السلام عليكم خوتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ انا كنغبر بزاف، كنغبر بلا قياس، ولكن مع الظروف ماشي مشكل. اليوم ان شاء الله غنقدم معكم واحد الغريبه البهله اللي هي معروفه، كلشي كيديرها. جات رائعه صراحه. كنت غادي نحطها معكم يعني في رمضان قبل العيد، ولكن ما كتبش وانا عاد حطيتها. كنتمنى تعجبكم، وكنتمنى تدعموني في القناة. اللي ما مشاركش معايا في القناة يشارك معايا، وما تنسونيش بخوتي بلي لايك. وشكرا لكم، شكرا كاع الناس اللي متبعيني. وخليكم معايا تشوفوا المقادير والطريقة ديال التحضير، وكنتمنى تعجبكم. هنايا عندي كيلو ديال الدقيق الابيض، وعندي اللوز. هنايا كاس ديال اللوز، كاس ديال الشنجلان. هنايا عندي الزبدة، وعندي 2 كيسان ديال الزيت، وعندي السكر، 2 كيسان ديال السكر. الزبدة عندي هنا 4. غادي نمعكها هي الاولى مع السكر. عندي 2 كيسان، 2 كيسان ديال العنبة، غادي نمعكها مزيان. وعندي هنايا 2 فاني، غادي ندير 2 ديال فاني. عندي قبيصه ديال الملحه، وغادي نبدا نزيد هذيك الزيت، دوك 2 كيسان ديال الزيت. كنحاول ندخل مزيان هذيك الزبده في هذاك السكر في الزبده مزيان حتى تولي بودر، تولي ديك الزبده بودر. وعاد راني زدت هذيك الزيت. دابا كملت داك الكاس الثاني ديال الزيت. كيف ما كتشوفوا هي جات بحال شي بوري. وكنزيد هذاك الكاس ديال الشنجلان، وغنزيد الكاس ديال اللوز والشنجلان راني غير هرمشتو. هنايا راني زدت واحد الكاس ديال الدقيق الابيض، حمرته شي شويه وزدته من هذاك الكيلو نيت. غير زدت حمرته وزدته تا هو تيعطي واحد النكهه زوينه. ودابا غنبدا نزيد في الدقيق ديالي. انا كنخلط وكنزيد. ونزدت ديك الخماره ديال الحلوى. راني درت 2 ساشيات.
صافي دابا غادي نمعكها مزيان. هي هاد الغريبه البهله خوتي كتبغي تدلك مزيان. راني دابا درت جوج اليدين وانا كنمعكها مزيان ما بين يديا حتى تنحس بها رطابط مزيان، يعني كتجمع ليا شي شويه في يديا. عاد كنبدا نخليها ترتاح واحد 10 دقائق، او اللي خليتيها حتى ربع ساعه نص ساعه مزيانه. خليت انا واحد 10 دقائق، غطيتها بالسلوفان وخليتها واحد 10 دقائق، وغنبدا دابا نلولب فيها. هنايا خوتي كنديرها في ديك الطاوه المعلومه اللي كيديروا فيها الناس كاع، ولاو بزاف المحلات فين كيتباعوا هادشي ديال الحلويات، ولا كلشي كيديرهم دابا. انا درتها في الاول في هادي، ولكن ما كملتهاش في هادي لان الطاوه كيما خديتها ما دخلتش ليا في الفران. راني عاودتها درتها غير في طاوه عاديه. انا ما انتبهت لها حتى هزيت الطاوه باغا نخشيها، ما دخلتش ليا في الفران. طيبتها غير في الطاوه الاخرى العاديه، تنعاود نبدلها ان شاء الله. راكم غتشوفوا راني تعذبت فيها باش صوبتها وجدتها وقديتها، من بعد قلبت كلشي. هانتوما كيف كتشوفوا غادي نعاودها في هاد الطاوه لان هذيك ما صدقاتش ليا. صافي من بعد فاش لولبتها كنضغط على شويه بيديا، وها هي الحلوه ديالي كتجي. جات رائعه، جات مشقه، جات زوينه، شيشه لذيذه، جات رائعه. كنتمنى تتبعوا الطريقه اللي درت، راها كتجي رائعه ما غاديش تندموا عليها. وإلا عجبكم اخوتي الفيديو تنتمنى ديروا لي لي لايك، وبسلام عليكم الى فيديو اخر ان شاء الله.